السلام عليكم. هل فكرت في يوم انك تبقى في الشارع بالليل ومفيش اي عربيه في الشارع وتوقف عربيه؟ هل عندك الجرأة دي؟ هل فعلا هتركب مع حد ما تعرفوش اصلا؟ غريبه، مع ان ده بالظبط اللي بتعمله مع شركه اوبر. كمل معايا. السلام عليكم. ماشي، نخش في موضوع. اوبر هي اكبر شركه في العالم. حشيش تمام حاجه هايله قوي يا معلم، واللي ثروتها تتعدى المليارات، والنمو الهائل اللي عملته شركه اوبر خلاها من اكبر الشركات في العالم. انت اصلا ممكن تبقى بتتفرج عليها وانت راكب اوبر. شركه اوبر معاها اكتر من 31 مليار دولار، واللي جت بفكره بسيطه جدا. كانت عباره عن تطبيق لمشاركه الرحلات، وما زالت برضه. عايز تروح اي مكان، السائق او السواق بيجي لك لحد عندك. اللي هي بتشتغل في حوالي 70 دوله لحد دلوقتي، و10500 مدينه. الشركه اللي عندها اكتر من 131 مليون مستخدم نشط شهريا، و5.4 مليون سواق نشط حوالين العالم. ممكن تعمل اكتر من 23 مليون رحله في اليوم. ايه يا ابني كل ده؟ بص انا بحبك مش هسيبك. هقول لك قصتها واقول لك عملت ايه واقول لك نجحت ازاي. تطبيق اوبر تم اطلاقه في سنه 2009 بس كده. شكرا. لا بجد الحكايه بدات في باريس عام 2008 لما كان الاثنين الاصدقاء ترافيس كلانيك وجاريت كامب كانوا قاعدين في مؤتمر في باريس لرسم المستقبل وكده. مش عايزين نخش في تفاصيل كتير حوالين المؤتمر، سيبك من المؤتمر ده. في 2007، احنا دلوقتي في 2008، في 2007 قبلها بسنه كانوا الاثنين الاصدقاء دول كل واحد عنده شركه. كلانيك باع شركه ريديس ووش لشركه اكاماي تكنولوجيز ب 19 مليون دولار. لا الرقم ده ما يفرقش معايا على فكره. ونفس الكلام كامب برضو باع شركته لاي باي ب 75 مليون دولار، اللي هو 19 مليون رقم كبير، و75 مليون دولار ده اكبر منه بكتير. بس فاكر المؤتمر اللي كان في 2008؟ هم باعوا الشركات في 2007، احنا دلوقتي بنحكي في 2008. خلي بالك بعد ما خلصوا المؤتمر في اليوم ده بقى، كانوا بالليل في احدى ليالي البرد القارس في باريس، والاثنين عايزين يروحوا اكيد، يعني تعبوا من المؤتمر الكبير ده. تعبنا بقى، يلا بينا يلا يا عم. بس للاسف تيجي هنا المشكله وما يلاقوش عربيه يروحوا بيها. طبعا انت لو في يوم زي ده مش هتبقى عارف تركب مع مين ولا تعمل ايه ولا اي حاجه. هتركب مع حد ما تعرفوش هيخطفك، انت ممكن تركبي مع واحد ما تعرفوهوش ايه اللي هيحصل؟ هتعملوا ايه وانت في جو برد قوي؟ اكيد حصل لك قبل كده، ممكن يكون حصل لك قبل كده. يا عم عادي يا عم، نشوف اي واحده معاها عربيه ونركب معاها. طب اشمعنى واحده؟ عادي يا عم، هتكسب فينا ثواب وتاخدنا في طريقها. لا ده مش ده الحل بقى. ومن هنا جت الفكره بتاعت اوبر. ماذا لو قدرت تطلب رحله من تليفونك والسواق يجيلك لحد عندك في اي وقت من وقت طويل للانتظار؟ قدرت تطلب السواق من على التليفون وانت في مكانك من على التليفون. ساعتها كانت فكره جديده قوي وعبقريه. انت دلوقتي مش هتنتظر كتير، ولا في البحث ولا انتظار السواق. فكره جميله. بعد ما حضروا المؤتمر ورجعوا لسان فرانسيسكو اللي هي في امريكا، عملوا اول خطوه في البيزنس بتاعهم. بص، ما هو ببساطه لو عايز تخش في اي بيزنس، ده كلام انا قريته يعني، فعلا كلام صح قوي. لو عايز تخش في اي بيزنس لازم تدرس المنتج وتدرس السوق بتاعه، وتعرف هو ليه احتياج في السوق ده ولا لا. فاتصلوا بعدد كبير من سواقين التاكسي في سان فرانسيسكو وسالوهم عن السوق. فاول حاجه بيعانوا منها ان هم بيعانوا من الاجور القليله اللي هم بياخدوها رغم من الجهد والوقت والحاجات دي كلها. طب بعد كل ده عملوا ايه برضه؟ ترافيس وجاريت اتفقوا انهم هيبداوا بالربط بين سواقين التاكسي والشاحنات. ركز الكلام ده قبل اوبر، قبل ما يبنوا اوبر. وكانوا بيربطوا بعضهم بشكل بسيط، يعني بالاتصال بس او الرسائل او كده. تقريبا اتعملت في فيلم مصري قديم الحكايه دي. وبعد دراسه السوق اتضح ان شركه اوبر فعلا ليها طلب كبير وليها شعبيه كبيره الناس عايزاها فعلا. واتضح ان في ملائمه كبيره بين المنتوج والسوق. وبدا فريق العمل من هنا يعمل تطبيق اوبر. وبص اي تطبيق هيتعمل ومش معمول شكله حلو ومنمق كده وجميل، غالبا التطبيق ده هيفشل. ده يعني لو ما فشلش اصلا، مهما كانت الفكره حلوه، ممكن يعني الناس بتستخدم الفكره وهي كرهاها. هم بقى اشتغلوا على الحته دي وعلى الجزء ده اللي هو ضغطه واحده بيخلوا المستخدم يستخدم التطبيق بسهوله جدا وبسلاسه، وعلى طول خطوه ورا خطوه خطوه ورا خطوه انت طلبت الاوبر على طول خلاص. يعني في حاجه اسمها اليو اكس اللي هي اليوزر اكسبيرينس، وحاجه اسمها اليو اي اليوزر انترفيس اللي هي واجهه المستخدم اللي هي اليو اي، واليو اكس اللي هي تجربه المستخدم. اليو اي اللي انت بتشوفه عادي اي شكل عادي. اليو اكس بقى اللي بيحدد اللي هو ايه، انت طب الزرار ده يتحط فين، الحته دي تتحط فين، شكل التطبيق والتعامل معاه وعدد الصفحات والحاجات دي كلها. وهي دي اول حاجه بيلاحظها العميل. عايز اقول لك قبل كده ان انا شفت وضع زرار الشراء في المتاجر الالكترونيه على الجهه الشمال بيزيد نسبه الشراء ب 27%. سبحان الله. بس وبدات تتوسع اوبر بشكل كبير جدا، وبقى لها شعبيه كبيره والناس كلها يعني 70 دوله و10500 مدينه. لا يعني ما شاء الله يعني بلا حسن. والشركه بدات تكبر وتكبر 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 ولها حق فعلا. يعني فعلا شركه اوبر دي شركه فكرتها حلوه، بتحل مشاكل الناس. ثانيه واحده، هما الاثنين دول مجانين يا جماعه ولا ايه؟ ترافيس ده بيبدا مشروعه عنده 37 سنه، واسس مشاريع قبل كده وباعها وكان مديون والحياه شقلبته يعني. بس عادي برضه اي حد يعرف يبدا بمشروع ناجح.
مهما كان عمره كبير، يعني كنتاكي بدأ وهو عنده 60 سنه او حاجه و60 سنه، عمره كبير او صغير، او حتى لو عمره صغير او ولد او بنت، وايا كان مستواه الاجتماعي، ايا كان مستواه المادي. يعني التوب 10 اللي هم الاغنياء اللي كلهم اللي في العالم، واغنياء العالم معظمهم بنوا ثروتهم بنفسهم من الصفر. ومن الاسباب اللي نجحت شركه اوبر، ده بقى ده يقعد يكلم لنا انجليزي، اول حاجه ان هم عملوا افكار عكس السوق خالص، غيروا اصلا طبيعه السوق. السوق كان اللي هو ايه، انا هطلب تاكسي، لا هم طلبوا تاكسي من على التليفون، واستغلوا الوقت المناسب وحاجه السوق ليهم. يعني لو هم كانوا بداوا في اي وقت والسوق مش محتاج لهم، ممكن ما كانتش اوبر تنتشر الانتشار اللي هي فيه دلوقتي. اي ستارت اب بيبدا لازم يكون بيحل مشكله جديده. ايلون ماسك مثلا، سبيس اكس، الصاروخ بيطلع وما يرجعش تاني، خلاص بيروح. ايلون ماسك الصاروخ بيجي ويطلع بيجي ويطلع، حل مشكله الطاقه. انا بتكلم بجد. وممكن اي فكره عظيمه تبدا بكوبايه شاي مع لعب جيم دومنا. وانصحك اي فكره بتجيلك سجلها، عشان ممكن فعلا تبقى هي الفكره اللي هتغير العالم. ما تستكثرش على نفسك، مين عارف يعني. واحب اختم بمقوله بتقول: If I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening my axe. يعني لو انا قعدت 6 ساعات بقطع في شجره، هقعد 4 ساعات منهم بخلي الفاس بتاعي حاد. 6 ساعات هيقعد 4 ساعات منهم يجهز نفسه اللي جاي. هو مش بيكسل ولكن بيجهز نفسه، وبعدين بيقطع الشجره. شركه اوبر ما استعجلتش، لا بالعكس، درست السوق وعرفت الوقت. بس كده. اتمنى اشوفكم بخير. سلام.